حكيمي يعلن الحرب الخفية ضد ميسي من أجل مبابي، والإعلام الفرنسي يتدخل. يبدو أن الحرب الخفية داخل غرفة ملابس باريس سان جيرمان لن تنتهي أبدا بين حليف ميسي وحليف مبابي، ستستمر خلال الفترة المقبلة، وستأخذ هذه المعركة منحى آخر بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم وظهور التنافس القوي والشديد بين ميسي ومبابي في نهائي البطولة. المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان أكد أن العلاقة بين مبابي وميسي ليست على ما يرام، وأن غرفة ملابس باريس سان جيرمان ما زالت منشقة إلى حلفين، أحدهما يقوده ميسي ويعاونه نيمار، والآخر يقوده مبابي ويعاونه أشرف حكيمي. ورغم محاولات إدارة النادي الفرنسي إظهار عدم وجود انقسام، إلا أن بعض التصرفات وردود الأفعال تثبت عكس ذلك. حماس ميسي واحتفالاته الزائدة على الحد مع كل هدف الأرجنتين أمام أعين مبابي، والعكس. سخرية واستهزاء إيميليانو مارتينيز من مبابي أمام أنظار ميسي. تشجيع حكيمي لصديقه كيليان مبابي في نهائي المونديال أمام ميسي. وغياب مبابي وحكيمي عن استقبال ميسي في تدريبات باريس سان جيرمان بداعي سفر الثنائي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليس أمرا يمر مرور الكرام، فهما على علم بموعد قدوم الأرجنتين، كما أنهما شاركا مع الفريق الفرنسي. على الرغم من كون مبابي وحكيمي استكمال مشوارهما حتى اليوم الأخير في البطولة، وعلى الرغم من ظهور تقارير إعلامية تؤكد اتفاق إدارة باريس سان جيرمان مع ميسي بشأن تجديد عقده، إلا أن مبابي سيكون هو العقبة والتحدي الأكبر أمام تجديد العقد، خاصة أنه يرغب في أن يكون النجم الأول في الفريق ولا يريد أن يشاركه أحد الأضواء داخل باريس سان جيرمان. وفي حال تجديد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان سيفكر مبابي جديا في الرحيل عن الفريق، ولهذا يحاول مبابي بمساعدة حكيمي التخطيط للإطاحة بميسي خارج الفريق. تصرفات حكيمي جعلت الإعلام الفرنسي يهاجمه بل ويصفه بأبشع الأوصاف بسبب صداقته لمبابي.